بعض الأزواج لإنجاب طفل ليضمونه بين يديهم ويشبعونه عطفا وحنانا، نرى من يستخف بهذه النعمة لا بل يقتلها ويشنع بها. طفلة لم يتعدى عمرها ساعات ما كادت تبصر النور حتى رماها ذووها بطريقة تخلو من أي حس بالإنسانية. رموها بين أنياب الوحوش المفترسة التي التهمت الجزء الأكبر من جسدها الطري ونهشته قبل أن تلقي ما تبقى من رأسها عند قارعة الطريق في بلدة كفر حتى في قضاء صيدا. وحضر إلى المكان عناصر من فصيلة درك جباع والطبيب الشرعي عبد الحميد حشيشو الذي عاين جثة الطفلة الوليدة، مؤكدا أن عمرها لم يتعدى 24 ساعة وأنها تعرضت للنهش من قبل وحوش برية في معظم جسدها. وجرى أخذ عينات من الDNA من الجثة لضمها إلى ملف التحقيق. وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، نقلت الطفلة أو ما تبقى منها إلى مستشفى صيدا الحكومي.